السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير، أو مرحبا بكم معايا من جديد في قضية من جديدة تجمعنا. القضية ديال اليوم غادي دينا لسنة 2012 بمدينة أكادير، ملي البوليس توصلوا بمكالمة هاتفية من طرف واحد العساس اللي كان خدام في واحد الحي كيعس على الطوموبيلات، وكان مخبر للشرطة. حتى حاجة ما كدوز عليه، يعني أي حاجة كدوز صافي كيرد ليها البال، ومقابل غير الشهادة والفضايح بطبيعة الحال. خبار الناس كاملة واصل للبوليس، ماشي أي واحد أكيد، ولكن الناس اللي كيكونوا مخالفين للقانون وكيديروا علاش شي حاجة ماشي تيلهيه، فكانت أي تنقيقة كما كيسمعها يوصلها ليهم. قال لهم بغيت نقول لكم شي خبار اللي أنا ما متأكدش منها. هذه 3 أيام تقريبا، وبالضبط في التاريخ 4 فبراير من عام 2012، واحد العائلة اللي كيسكنوا في السيكتور اللي أنا فيه جا عندهم واحد السيد طوموبيل، كانت من نوع الغولف، غولف 5 لونها كحل. هاد الطوموبيل اللي ما عمرني ما شفتها في السيكتور، وحتى داك السيد لأول مرة كنشوفه في حياتي. جا عند دوك الناس مع ديك الساعة ديال تقريبا ديال 1:30 حتى ل2 ديال الليل تقريبا. ولاد السيد اللي ساكنين تماكن في داك الدار خرجوا في ديك الساعة نيت، وهما هازين كارطونة كبيرة. حلوا داك الطوموبيل ديال داك السيد. جيت عندهم قُلت لهم: "السلام عليكم، كيف دايرين بخير؟" بحكم زعما أنني كنعرفهم وكنعرف حتى ماشي معرفة معمقة، ولكن معرفة سطحية. قُلت لهم: "الدراري واش نعاونكم في شي حاجة؟ راكم بانتو ليا متقلين على هاد الشي." الدراري ولاو صفرين وكيتقطروا بالعرق، وكيدخلوا وكيخرجوا في الهضرة وخايفين. المهم الحالة ديالهم كانت ماشي طبيعية. "لا عافاك صافي، حنا راه قادين، غير سير ما عندك فاش تعاونّا." بقاو مقاتلين حتى هزّوا ديك الكرتونة وداروها في اللور ديال الطوموبيل، وأنا مقابلهم وكنشوف من بعيد اش كيديروا. أنا هاد الشي كامل جاني عادي، ولكن مسألة أن الطريقة اللي كانوا جايين فيها وهازين بها داك الكرتونة واللي فيها كانت كتقطر بقطرات ديال الدم، دخّلت ليا الشك بأنه يمكن تكون شي وسخة ولا شي حاجة تما كاينة. عاد ملي داو الطوموبيل ما رجعوا تقريبا حتى ديال 5 ديال الصباح. ومن اللي رجعوا في الطاكسي، ماشي في الطوموبيل اللي داوها، واللي كانت ديال داك السيد اللي جا ضيف عندهم. فهاد الشي اللي خلاني نشك بلي ربما وقعت شي حاجة ماشي هي هاذيك حتى تماك. بقيت الدار بالعسة حتى ديك 7 ديال الصباح، لعل وعسى نشوف السيد خارج من عندهم من الدار، ولكن ما خرجش من عندهم. من الزهر أنني كنخدم بالليل، وهو اللي خدام معايا هو اللي كيقاد العسة بالنهار. عاودت ليه وقلت ليه شنو كاين، وقلت ليه الله يرضي عليك ضرب العصا نهار كامل وما تزعزعش من قدام دارهم. شوف واش شي واحد من الدراري غادي يخرج ولا داك السيد غادي يخرج من عندهم. وعطيته المواصفات ديالو. السيد كان طويل، لابس واحد الشوميز اللي في الباج، ولابس فوق منها واحد لابس اللي كانت في الماهو، ولابس سروال في الباج. الطول ديالو تقريبا شي متر وخمسة وسبعين، وكان سمر شوية وعنده طوموبيل من نوع الغولف 5 اللي جات للضرب ولا المهم قلت ليه كاع التفاصيل اللي ممكنة. الدري بقى ضارب العصا من الصباح حتى الليل. ملي جا با باش ياخد النوبة ديالو قال ليه الوالد البنت خرجت هي وأمها، يعني جوج اللي خرجوا مع بعضياتهم. الدراري حتى هما خرجوا، الراجل حتى هو نفس الشيء خرج، كيدخلوا وكيخرجوا من الدار. ولكن السيد اللي عطيتيني المواصفات ديالو راه ما بانش ليه كاع نهائيًا من خارج من باب الدار، وما شفتوش نهائيًا، وحتى الطوموبيل ديالو راه ما كدوزش. عسيت بالليل والو، السيد ما خرجش. عاود ولد لي العسا نهار التالت والسيد ما خرجش. يعني هاداك الراجل دخل عندهم الدار وما عاودش خرج نهائيًا، وحتى الطوموبيل ديالو ما بقاتش بانت. وعاد دوك القطرات ديال الدم راهم جاو نضفوهم بنفسهم، يعني السيد غالبًا خرج في الكرتونة. هادشي اللي بان ليه. المهم البوليس خداو هاد المعلومات، كان خاصهم يقلبوا على شي طريقة باش يقدروا أنهم يمشيو لعند ديك العائلة، خصوصًا أنه ما كانش عندهم شي أخبار موثوقة بالأدلة. ولكن من بعد في النهار الآخر مع الصباح جات عندهم واحد السيدة للمركز، وكان معاها خوها، كتقول بأن الزوج ديالها مشى للخدمة ديالو ولكن ما عاودش رجع للدار. كتصل بيه كتلقى التليفون ديالو طافي. مشات للبيرو اللي كان خدام فيه، لقاتو ما كاينش، والناس اللي خدامين معاه
كيقولوا ليه بأنه هز الطوموبيل ديالو وخرج، ومن ديك الساعة ما عاود تواصل معاهم، وحتى الخدمة ديالو ما مشاش ليها. سولوها إمتى وقع هاد الشي؟ قالت لهم نهار 4 فبراير. عاد عطاتهم المواصفات ديالو اللي هي نفس المواصفات اللي عطاها العساس. هنا كانوا متأكدين بأنه نفس الشخص اللي تتبلّغ عليه الزوج على الاختفاء ديالو، هو نفسه الشخص اللي دخل داك الدار وما عاودش خرج منها، خصوصًا ملي أكدت ليهم بأن الزوج ديالها كانت عنده طوموبيل من نوع الGolf 5 كحلة. العساس كان مسجّل الماتريكيل ديال الطوموبيل واحتفظ بيه حتى عطاه للبوليس. سولوه على الماتريكيل ديال الطوموبيل ديال راجلها وعطات ليهم نفس الماتريكيل. سجلوا ليها البلاغ، خصوصًا أنه دازت 48 ساعة، خداو من عندها الصورة والمعلومات ديالو، تواصلوا مع العساس، طلبوا منه أنه يجي لعندهم المركز، وفعلًا جا لعندهم، عرضوا عليه الصورة ديال هداك السيد، وملي شافها تعرف عليه مباشرة، وقال ليهم راه هو نفس الشخص اللي دخل عند هادوك العائلة داك النهار، وما عاودش خرج من عندهم. إيوا يا سيدي البوليس مشاو كيجيو للعنوان اللي عطاهم العساس، ملي وصلوا لتماك طقوا في الباب. خرجت عندهم واحد البنت اللي كتبان مازال صغيرة، يعني مازال ما وصلاتش ل18 عام. سولوها على الأب ديالها، قالت لهم بابا ما كاينش، وسولهم ماما واش كاينة، قالت لهم كاينة. خرجت عندهم الأم، والواقع أنه لا الأم ولا البنت بجوج بهم كانوا م ناشفين كيف ما كنقولوا، وجههم ما فيهش قطرة ديال الدم، الطريقة ديال الهضر ديالهم كتبين بأنهم خايفين. قالوا ليها فين هو راجلك، فين راهم ولادك، بغينا شي راجلك نهضروا معاه. قالت ليهم بأنها راه حماتها مريضة وبأن راجلها وولادها مشاو لعندها لمدينة التارودانت باش يشوفوها. قالوا ليها واخا ماشي مشكل. إمتى غادي يرجع راجلك؟ قالت ليهم يمكن يرجع غدا. قالوا ليها واش عندك النمرة ديالو اتصلي بيه قولي ليه راه جاو عندك البوليس. لا ما حافظاش النمرة ديالو، ما عنديش التليفون. في عام 2012 لا انت ولا بنتك بجوج بيكم ما عندكمش التليفون، ولو من نوكيا بيل كيف ما نقولوا. فالبوليس عرفوا بلي القضية فيها إن السيدة كتكذب، ولكن بما أنه حتى لحد الآن ما عندهم حتى شي دليل، فبقاو غير مراقبين الدار من بعيد. البوليس اللي كانوا مراقبين الدار لاحظوا بأن الراجل هو وولادو بجوج بهم دخلوا تقريبا مع 2:30 ديال الليل. القانون كيقول بأن البوليس ممنوع لهم يديروا المداهمات ابتداء من الساعة 9 صباحا. كنظن مع 9 الليل حتى الصباح زعما كاين. كنظن ما متأكداش وقيلة من 9 من 9 وقيلة من 9 الليل حتى ل5 صباحًا على ما أعتقد، يمكن هاد الشي حتى تعاودوا تخليو لي في les commentaires شنو هو التاريخ بالضبط اللي ممنوع على البوليس يديروا المداهمات فيه. المهم البوليس بقاو مكتفيين بأنهم مراقبين غير الدار من بعيد، خوفًا من أن الراجل ولادو يعاودوا يخرجوا. عاوتاني نهار آخر في الصباح وبالضبط مع 9 دقوا على الباب. سولوا المرا على راجلها وولادها، قالت لهم ما كاينينش، قالوا ليها ياك الشريفة وحنا راه بايتين عاسين على الدار وشفناهم حتى دخلوا، راجلك وولادك مع 2 ديال الليل، فبلا ما تكذبي وتبقاي تدخلي وتخرجي في الهضرة كلمي لينا السيد، وإلا غادي ندخلوا للدار وغادي نديروا شرح يدينا. إيوا سيادي المرا هنا من سمعت هضرتهم تحطت أمام الأمر الواقع، كلمات ليهم راجلها الزوج ديالها واللي بداو كيتكلموا معاه شخصيًا. وراوه الصورة ديال المختفي، قالوا ليه واش كتعرف هاد السيد؟ قال لهم لا ما كنعرفوش وما عمرني ما شفتو. واش هاد الأيام هذا كامل اللي دازت ما جاش عندك شي ضيف غريب؟ ما عمره ما جا عندك شي واحد، يعني هاد الأسبوع تقريبا ما استقبلتي حتى شي ضياف في دارك نهائيًا؟ قال لهم والجيران راه الجيران ديالك، قال لهم زعما كي البوليس قال له السيد راه الجيران والناس كاملين كيشهدوا باللي جا عندك واحد السيد اللي كان طابق عليه هاد المواصفات وعنده الطوموبيل من نوع الGolf 5 كحلة. إيوا السيد بدا كيدخل وكيخرج في الهضرة، راه جا عندي داك السيد هضرنا غير في الباب، يعني ما دخلتوش أصلًا لداري وديك الساعات مشى بحالاتو. قالوا ليه واخا كلم لينا ولادك بجوج، حتى هما بغينا نهضروا معاهم. خرجوا عندهم الدراري واش كتعرفوا هاد السيد؟ حتى هما قالوا بأنهم ما كيعرفوهش، وهاد الشي كيبين بأنهم ما كانوش متفقين على هضرة وحدة يقولوها. البوليس قالوا ليهم وجدوا راسكم تمشيو معنا للمركز، بغينا نبحثوا معاكم في شي حاجة.
هنا تأكدوا بأنهم وقعوا عليهم القبض، يعني الأب والأبناء ديالهم، لأنه لحد الآن ما كاينش شي دليل ملموس، يعني غير اتهامات صافي، حيت ما كاينة لا جثة ولا حتى شي حاجة كتبت بأنه السيد كان عندهم في الدار، يعني غير داهم باش يديروا معاهم غير لونكات ديالهم وصافي. المهم ما كاين حتى شي حاجة تثبت بأن السيد كان عندهم في الدار ولا قتلوه ولا الله أعلم. دخلوا للدار، آآ وجدوا ريوسهم ومشاو مع البوليس للمركز، عزلوهم كل واحد فيهم بوحدو وبداو يبحثوا معاهم. وهاد المرة كانوا كيبانوا بأنهم متفقين، لأنهم كانوا كيقولوا هضرة وحدة. فعلًا السيد جا عندنا بالطوموبيل ديالو، وقفنا معاه غير في الباب، ومن بعد مشى فحالاتو ما عاودناش شفناه. واخا، علاش جا لعندكم؟ أنا كنت حاط البيسي ديالي في واحد السيت، كنت باغي نبيعو، والسيد جا لعندي لأنه عجبو البيسي ديالي وكان باغي ياخدو من عندي. واخا، واش شراه من عندك؟ لا راه ما شراهش، ما عجبوش، ماشي داكشي اللي كان باغيه هو. عاودتو تواصلتو معاه من بعد؟ لا ما عاودناش تواصلنا معاه. واش اتصل بيك بالرقم ديالك؟ اتصل بيا بالرقم ديالي. هادشي كامل باش يعرفوا واش كان مع من كان كيدوي. البوليس واجههم بالهضرة اللي قالها العساس، ماشي بشكل شخصي لأنه كيعتبر مخبر سري وما يمكنش ليهم يفضحوه، لأنه معاونهم وخدام معاهم وما كي ما كيبغيش زعما كاين يتفضحوا في السيكتور اللي خدام فيه هو. فاكتفوا فقط بأنهم قالوا ليهم بأنهم راه تواصلوا بمكالمة من طرف شخص مجهول اللي قدم ليهم هاد المعلومات، ولكن هما كاملين نكروا وقالوا بأن داك السيد ما دخلش عندهم الدار نهائيا، فقط لقاوه معاه في الباب ومن بعد مشى بحالاتو. البوليس ملي شافهم بأنهم ناكرين ولاصقين في الإنكار ديالهم، ما عندهمش دليل كيثبت الإدانة اللي غادي يخليهم يحتفظوا بهم تحت الحراسة النظرية ويضغطوا عليهم في البحث. فتواصلوا مع وكيل الملك، عطاوه جميع المعلومات وجميع الحيثيات ديال القضية، انطلاقا من الهضرة ديال العساس حتى البلاغ ديال الاختفاء اللي توصلوا به. وفعلا وفقا للعملية ديال التفتيش ديال البيت ديالهم، مشاو للدار، قلبوها، فلاوها، ما لقاو فيها حتى شي حاجة اللي من الممكن أنها تفيد في البحث. ولكن داروا القضية اللي نفعتهم في القضية بزاف، خداو التليفون ديال الأم اللي لقاوه كاين في الدار، علما أنها كذبات من قبل وقالت لهم بأنها ما عندهاش التليفون. خدات التليفون ديال البنت حتى هي وحتى ديال الأب وديال الولاد بجوج، وخضعوهم كاملين للخبرة التقنية. الأب ما لقاو في التليفون ديالو والو، نفس الشيء بالنسبة للأم. الدراري بجوج علما أن واحد فيهم قال لهم بلي سبق وتواصل معاه واتصل به قبل ما يجي للدار على ود البيسي. لكن البوليس كيتفاجئوا بأن الرقم ديال السيد اللي اختفى والاسم ديالو عبد الهادي ما كاينش نهائيا في المكالمات الصادرة والواردة في الهاتف ديالو، يعني السيد كان كيكذب. دابا غادي ندوزو للتليفون ديال البنت اللي سميتها سلمى في عمرها 16 سنة، اللي لقاو باللي كاينين مكالمات صادرة واردة من التليفون ديالها مع المعني بالأمر اللي هو عبد الهادي. زائد أنهم ملي دخلوا للكونت ديال الفيسبوك ديالها لقاو الكوارث. السيدة كانت كتميساجي مع السيد وكتهضر معاه، والconversation اللي كانت بيناتهم كتبين بأنه كانت بيناتهم علاقة غرامية اللي تطورات العلاقة غير شرعية لدرجة أن البنت فقدت العذرية ديالها معاه، وكانت كتلاقى هي وياه في شي دار. والأهم من هاد الشي كامل هو أن البنت سلمى لقاو بأن آخر مكالمة استقبلتها في الهاتف ديالها كانت من طرف المختفي عبد الهادي. أول مكالمة بيناتهم في داك النهار كانت مع 6 ديال العشية، وآخر مكالمة كانت مع 8، علما أن العساس قال بأنه جا عندهم مع ديك شوية ديال ساعة ديال 9:30، يعني القضية فيها وأنه فعلا السيد دخل عندهم للدار وما عاودش خرج. واجهوها بهاد الشي وهي كانت ناكرة، سواء أنها كتعرفو ولا عندها علاقة به. جبدوا ليها التليفون ديالها وراوها شنو كاين تما، كاين اللي كان عندها مع عبد الهادي ديك الروينة كاملة. وهنا البنت بقات غير كتدخل وكتخرج في الهضرة وكانت كتبكي وخايفة، وهاد الشي عادي لأنها مازال بنت صغيرة. وأكيد أن عملية البحث كانت بحضور ولي الأمر ديالها، لأنه في القانون ممنوع أنه يبحثوا مع بنت قاصر بدون حضور ولي الأمر. وأثناء البحث لاحظوا بأن با كان كيدخل فيها عينيه كيدخل فيها عينيه وبدا كيخرج فيها عينيه، كانوا بيناتهم داك الميساجات غير بالعينين. البنت كانت خايفة من باها وما قدرتش أنها تهضر. البوليس
حيدوا باها وجابوا الأم ديالها، ما خلاوهاش كاع نهائيًا تشوف فيها، منعوا التواصل البصري بيناتهم. فقط يكفي أنها كانت تكون معاه في الغرفة باش تكون الأمور دايزة زعما بشكل قانوني، وما يقولوش بأنه كان استغلال ولا ضغط. سولوا البنت على الرسائل اللي كانت بينها وبين عبد الهادي، وشنو العلاقة اللي كانت كتجمعهم، وعلاش تواصلات به في نفس النهار اللي اختفى فيه. ووعدوها بأنها إلا تعاونت معاهم وعاودت ليهم كل شي غادي يحميوها وما غادي تعاقبش نهائيا لأن مازال قاصر. البنت بدات كتبكي، قالت ليهم غادي نعاود لكم كل شي، هاد السيد غدار وتفلى عليا و... ودابا اجي نعاود لكم القصة من البداية كيفاش وقعت وكيفاش حتى تعرفت عليه وتلاقيت به وولات بيناتنا علاقة، علما أنه البنت مازال صغيرة، يلاه عندها 16 سنة وهو السيد كان في عمر ديالو 47 سنة، يعني فرق عمر اللي كان كبير بزاف. قالت ليهم الصديقة ديالي صاحبتي المقربة كانت تلبس لباس اللي كان واعر، التليفون ديالها كان آخر موديل، محلية في راسها وعندها المكياج وعندها ديما الفلوس وكتشري اللي بغات. كنت كنغير منها لأن دارنا كانوا كيوفروا لي داك الشي اللي أنا محتاجة ليه بقدر الاستطاعة ديالهم. البنت كانت زوينة وخفيفة، زيد أنها كانت عايشة واحد النقص العاطفي وسط عائلتها لأنها كانت هي البنت الوحيدة. دارهم كانوا مزيرين لأبعد درجة، أمها وباها وخوتها كانوا كلهم خايفين منها ورادين بالهم عليها، وفي عوض أنهم يشيو المحبة ديالها ويتهلاو فيها ويعطفوا عليها، لا، هما اختاروا الطريقة الصعيبة، النفور والضغط. عندك ديري هادي، عندك تفعلي هادي، حاضينة وعاسين عليها. وسبحان الله داك النوع اللي كتعس عليه وكتخاف عليه بزاف راه هو أصلًا اللي كيدخل ديك الطريق الخايبة. فهي قالت للبوليس أنا أصلًا دارنا ما كانوش كيثيقوا فيا، واخا ما كنت كندير والو، فالله ما ندير شي حاجة، باش علا علاش زعما كيعاملوني بحال بديك الطريقة، وم زعما كي ما كنت كندير حتى شي حاجة وكيعاملوني بديك الطريقة، فأنا داك درت. المهم قالت لهم صاحبتي ديما مهلية في راسها، ديما الفلوس، ديما اللباس. وفي واحد النهار سولتها قلت لها عافاك قولي لي منين كتجيبي هاد الشي، علما انني عارف بان لي العائلة ديالها ناس على قد الحال، يعني العائلة ديالي انا راه كيعتبروا ميسورين ماديا مقارنة مع العائلة ديالها اللي فعلًا كانوا ما فحالهمش. إيوا البنت اعترفت وعاودت لهم كل شي، وقالت لهم بأنها داخلة واحد العلاقة مع واحد السيد اللي لاباس عليه، هو اللي شرا ليها التليفون، هو اللي كيجيب ليها الحوايج، وهو اللي كيعطيها الفلوس. قالت ليها واخا وشنو المقابل؟ قالت ليا ما كاين حتى شي مقابل، كنمشي عندو للدار كنجلسو كنضحكو كنشربو القهوة. سولاتها واش كتوقع بيناتكم شي حاجة؟ قالت ليها لأ، غير شي حاجة خفيفة وصافي، يعني أنا باقا كيف ما أنا. قالت ليها شوفي إلا بغيتي حتى أنتِ نلاقيك معاه دابا نيت تخيلي معايا هاد الشي كامل دابا يولي عندك، وتخيلوا معايا حتى نتوما بنات مازال باقيين صغار ويلاه عندهم 16 عام. آه، البنت صافي بحال تحلّو عينيها وقرّرت أنها فعلًا تلاقى مع هاداك السيد. كتقول بأنه في المرة الأولى كان عندهم حصة ديال الرياضة اللي تغيبوا فيها ومشاو باش يتلاقاو معاه في واحد القهوة. المهم وعدها بأنه حتى هي غيديها، غادي يتهلا فيها وغادي يعطيها الفلوس ويدير معاها داك الشي اللي كيعجبها ويتهلا فيها والمقابل أنها تمشي معاه للدار. يعني نفس الشي اللي عاودت ليه صاحبتها هو اللي قال ليها النيت، واتفقوا على أنهم على أساس أنهم النهار الآخر يتلاقاو مجموعين في الدار، علما أن صاحبتها عارفة الدار فين كاينة ودائما كتمشي ليها. والصدمة هو أنه ماشي غير سلمى وصاحبتها اللي كانوا كيتلاقاو معاه، ولكن بزاف ديال البنات المراهقات اللي حتى هما يقراو في نفس المدرسة، وهاد الشي اللي غادي يبان من بعد. المهم سلمى مشات عندو للدار كتقول بأنه ما خلى ما جاب ليهم، تقدا ليهم الحوايج، جاب ليهم المكياج، دور معاه عطاه 1000 درهم مقابل أنها تدخل معاه في علاقة سطحية فقط. كتقول بأنه الأمور دازت بخير وما وقع ليها والو في داك النهار، غير أنها كانت خايفة لأنها كانت أول تجربة ليها في حياتها. قالت ليهم ملي خرجنا من عندو قلت لصاحبتي شنو غادي نقول لدارنا، هاد الحوايج جداد وكيبانو غاليين. قالت ليها ما عليك والو، غادي تعطيني دوك الحوايج غادي ندوزهم نصبنهم يبانو لك بحال قديمين شوية، ومن بعد غادي ديهم لماماك وتقولي ليها صافي بأن صاحبتي صغارو عليها وعطاتهم ليا. يعني البنت الأخرى
كانت عندها ظروف فين تقدر دير في هاد الشي كامل، لأن الأم ديالها والأب ديالها مساكن بجوج كانوا خدامين ومقاتلين مع الزمان، وفي الوقت اللي كيكونوا فيه هُما ما كاينينش في الدار كانت كدير هي اللي بغات بلا ما يردوا بالهم عليها. فعلًا داك الشي اللي كان. دازت دوك الحوايج صبّناتهم، كرفساتهم شوية، عطاتهم لسلمى، سلمى داتهم لدارها وراتهم لماماها، وقالت ليها بأن واحد صاحبتها كتقرا معاها اللي عائلتها لاباس عليهم، صغارو عليها وما بقاش بغاتهم وعطاتهم ليها، والأم ديال سلمى ما كانش عندها مشكل نهائيًا، لأن الحوايج فعلًا كانوا كيبانوا بأنهم مستعملين، واخا كانوا باقيين جداد وما كرفسينش بزاف. واحد النهار عاود الأستاذ عتاني ما جاش الحصة. اتصلنا بيه جا لعندنا في واحد البلاصة اللي كانت قريبة من المدرسة اللي كاينين فيها، ركبنا معاه في الطوموبيل ودانا لواحد المطعم ديال الحوت، تغدينا مزيان ومن تما دانا للدار، وفي هداك النهار وقعت علاقة ثلاثية، كنظن أنكم فهمتوا قصدي، بلا ما نزيد نشرح ليكم، وقبل ما يمشيو بحالاتهم عطاها هي 500 درهم ولصاحبتها 500 درهم. لهاد الحد، سلمى مازال محتفظة بالعذرية ديالها، داز اللقاء التالت، الرابع، الخامس، كل مرة كان كيعطيهم الفلوس وكيدير ليهم شي حاجة. سلمى خدا ليها واحد التليفون اللي كانت كتستعملو في المدرسة، ولكن ملي كتبغي تمشي لدارهم كانت كتخبيه عند صاحبتها باش والديها ما يردوش البال وما يعيقوش ما يعيقوش بيها، لأنهم كانوا ردين ليها البال بزاف، حاضنينها وحتى مشكلاتها كانت كتقلّب، قالت ليهم آخر مرة تلاقاو فيها وقعت بيناتهم علاقة اللي فقدات فيها العذرية ديالها، سلمى خافت بزاف وبدات كتبكي، وعاونها بأنه وعدها بأنه ما غاديش يتخلى عليها وبلي غادي يديها عند واحد الطبيب اللي غادي يرجعها كيف ما كانت. سلمى ارتاحت نوعًا ما، وباش يسكتها ولا دايمًا كيعطيها الفلوس، وهي ما بقاش كتزعم أنها تمشي لعندو للدار، ولات كتخاف، ولكن في نفس الوقت كانوا دايمًا كيهضروا في الفيسبوك، وب وفين ما كتسول على الوقت اللي غادي دير فيه العملية كيبقى كيأجل ليها. قالت ليهم عادةً كنت كنخلي التليفون عند صاحبتي، ولكن بسبب المشكل اللي وقع ليا معاه وليت كنضطر أنه كل مرة أنني نجيب معايا التليفون للدار باش نهضر معاه ونتأكد أنه مازال معايا وما غاديش يهضر بيا على ود العملية اللي وعدني بها، وليت كنخبي التليفون في الملابس الداخلية ديالي وكنتسناو حتى ينعسو عاد نجبدو. حتى لواحد النهار دخلت للدوش دوشت وساليت، وأكيد أنني دخلت معايا التليفون ديالي خوفًا من أن شي واحد من خوتي ولا ماما تلقاه، علمًا أنه في الوقت اللي دخلت فيه أنا الدوش كنت غير أنا وماما في الدار راس بالراس، ملي جات تخرج من الدوش لبست الفوطة ديالها أو البنوار ديالها ونسات تهز التليفون، خلاتو حدا المرايا ديال الدوش مباشرة، من بعد ما خرجت هي خوها جا للدار، غير هي خرجت من الدوش وهو دخل، ملي دخل لقى التليفون ديالها محطوط تما وكان بلاصتو، لقى بلي عندها الفيسبوك دخل ليه، لقى بأنها كتهضر مع هداك السيد، دخل الconversation اللي بيناتهم وهنا لقى الفاجعة كتسناه، وعرف بأن ختو ما بقاتش عذرا كيف ما كنقولوا، وبأنها في علاقة مع واحد السيد اللي كبير عليها في السن، اللي استغلها جسديًا، خرج من الدوش وهو كيغوت وشاد في راسو، ما عارف راسو منين باش تبلى، وشنو غادي يدير، ختو لي نهار كامل هما حاضينها وعساسين عليها، صافي بحال طعناتهم في دارهم. المهم وراهم شنو واقع وشنو كاين، عاود خوها الآخر تا هو ساق الخبار، شدوها شافوها فيها مزيان زرقوا ليها عينيها وضربوها مزيان، يعني سلخوها وزرقوها مزيان وحبسوها في الدار، وما بقاوش كيخليوها تخرج، قالوا لي هاد السيد هذا غادي تستدرجيه وغادي تقولي ليه بأن مي وبابا ساقوا الخبار، وبأنه إلا ما جيتيش عندهم وهضرتي معاهم وشرحتي ليهم شنو واقع بأنهم غادي بأنك غادي تزوج بيا وتصلح الغلط ديالك، غادي يمشيو عند البوليس وغيقدموا في حقك بلاغ، لأنك تعديتي على بنت مازال ما وصلاتش ل18 سنة. السيد من سمع هاد الهضرة خاف على راسو، حيت السيد خدام مزيان والصالير ديالو مخير، ميسور ماديًا، عندو مراتو و4 ديال الوليدات، علمًا أن سلمى راه كانت عارفة هاد الشي كامل وما كانش عندها مشكل، كانت باغا غير الحوايج والفلوس والمكياج والتليفون. إوا السيد ملي هدرات معاه سلمى وحطاتو أمام الأمر الواقع، ضروري كان خاصو يجي للدار عند عائلتها ويهضر معاهم بشكل شخصي باش يحل المشكل ديالو بلا شوهة بلا صداع، وقبل ما توصل الخبار لمراتو
ويتشوّه في الشركة اللي كان هو خدّام فيها، يسكتوا حتى هُما. آآ جا وعندهم للدار وبداو كيهضر معاهم، وما كانش عندهم شي مشكل من أن السيد كبير في السن، الغلة ديالو جا يتصلحها، هاد الشي اللي فهمو، ويتزوج بالبنت خصوصًا أنها فقدات العذرية ديالها معاه. قال لهم: "شوفوا أنا مزوج عندي ولادي وما يمكنش لي أنني نطلّق وما يمكنش لي أنا نقول لمراتي بأنني غادي نتزوج عليها، يعني عندي ولاد معاها وما غاديش نضيّعهم ونشردهم." قال لهم: "أنا مستعد نعطيكم المبلغ اللي بغيتوه، ما عنديش المشكل، ولكن مسألة أنني نتزوج بها أنا ما نقدرش، وأكيد غادي نوصلوا لحل في الأخير." با في حالة اللي نوعًا ما تقبّل، كان خايف أنه يمشي عند البوليس ويدير بلاغ والعائلة ديالها تتشوّه وكلشي يعرف بأن البنت فقدات العذرية ديالها، فكان أهون ليه أن البنت دير العملية وتستر، على أنهم يتفضحوا ويتشوّهوا، ولكن خوتها ما تصرطاتش ليهم. بداو متناقشين معاه، كيدخلوا ويخرجوا في الهضرة، حتى هو كان كيرد عليهم الهضرة، السيد دايرها قد راسو مازال كيدخل وكيخرّج في عيني، وتقول هو بأنه هو خوها الكبير، بلا ما يحس. نيت فعلًا خوها الكبير هز واحد الديكور اللي كان عندهم تما كاينة ديال الفضة، اللي كان على شكل جمل، واللي كان الحجم ديالو كبير وثقيل، زال بيه الراس على الراس ديال السيد اللي سميتو عبد الهادي. حتى فرشخ ليه راسو ودمّو طرف الصالة اللي كانوا جالسين فيها، السيد طاح على الأرض، في الأول كان كيظنوا بأنه غير مغمى عليه، ولكن ملي قلبوه تأكدوا بأنه مات، بداو كيفكروا شنو خصهم يديروا، كانوا ناويين أنهم يتواصلوا معاه لشي حل ويسروا على هاد الشي هذا اللي وصلت ليهم بنتهم، ساعة صدقات في جريمة قتل، واش غادي يتصلوا بالبوليس ويعلموهم بلي هاد الشي كامل اللي وقع شنو وقع، واش يبينوا الجريمة ديالهم ويتشوهوا من الفوق، واش يخبيو له الجثة ديالو ويجمعوا كلشي ويقولوا حتى شي حاجة ما وقعات، بداو كيفكروا وشنو خصهم يديروا دابايا، الأفكار ولات كتلعب عليهم بحال ألعاب النارية في عقلهم، تسناو حتى وصلت ديال 9:45 حيت هو كان دخل عندهم مع 9:30 حتى دغيا ديك الشفرة مشات العين، المهم داز من بعد واحد الساعة في الدار عندهم كانت واحد الكرتونة كبيرة، لأنهم كانوا شارين واحد الفريغو اللي كان كبير، هاذوك الفريغويات اللي كانوا مربعين وكبار دايرين الحجم، هاديك الأكسرة اللي كنجبدوهم في العيد الكبير تماك، جمعوا الجثة ديالو وقرروا أنهم يدوها يدفنوها في دوار عائلة ديال باهم اللي كانوا في التارودانت، لأن جدهم بات باهم كانت عنده واحد الدار اللي في تارودانت اللي محيطة بأراضي فلاحية، واللي كانت مهجورة ما ساكن فيها حتى شي واحد، والهضرة اللي قالوها هي الأساسية، كانوا خداو الجثة داروها في الكرتونة خرجوها وداروها في الطوموبيل ومشاو دفنوا السيد في البلاصة اللي وراهم باهم، وهو مشى معاهم لأنه كان خايف، السيد كان شوية كبير في الصحة ديالو كبير في السن والصحة ديالو على قد الحال، داو دفنوه تماكينة وخلاو الطوموبيل في واحد الخلا ورجعوا في طاكسي، أما المرا والبنتة فاش دو الزربية اللي كانت عامرة بدم صبنوها في نفس اللي وقعت فيها الجريمة، ونفس الشي بالنسبة للطلامط اللي لقاوهم صبنوهم وما خلاوش نهائيًا أثر الدم في الدار، هاد الشي اللي كيفسر لينا بأنه من جاو البوليس ما لقاو حتى شي دليل اللي يمكن أنه يفيدهم في البحث، أما بالنسبة للتليفون ديالو ف شدوه وهرسوه وما خلاو فيه حتى شي حاجة، البوليس جاو البلاصة اللي قالت لهم البنت بأنهم دفنوا فيها السيد، بقاو كيدوروا وكيقلبوا بالمساعدة ديال الوكالة البوليسية، لقاو الجثة أصلًا مازالش جديدة، يعني الكلاب تقدر كتشمها وكتطلّعهم. حتى وصلوا لواحد البلاصة بقاو كيحفروا فيها لقاو الجثة ديال هاد السيد مازال جديدة، يعني حتى ماشي في ديك المرحلة ديال التحلل، استخرجوا الجثة رسلوها لمصلحة الطب الشرعي، الطوموبيل ما كانوش عارفين فين كاينة، لأن الأب وولادهم لحد الآن ما كانوا مازال ناكرين، واجهوهم مع البنت وبالاعترافات ديالهم بأنهم لقاو الجثة ديال السيد في نفس البلاصة اللي وراتها ليهم البنت، وهنا ما بقى عندهم فين يكرو، وراوهم البلاصة فين خلاو الطوموبيل وللأسف ما لقاوهاش تماك. بقاو كيقلبوا ويسولوا حتى عرفوا بأنها تسرقات وتباعت بياس ديتاي، إيوا يا سيادي الدراري وباهم والأم حتى هي عطاوها نفس المعلومات وأقوالهم هاد المرة كانت متطابقة، قدموهم للمحكمة، البنت كانت مازال صغيرة قاصر، يعني ما تبعتش من أجل حتى شي تهمة، لأن في الأصل ما دارت والو، نفس الشي بالنسبة للزوجة، الأب تبعوه من أجل
تهمة التستر على الجريمة وحكموا عليه ب5 سنوات، نظرًا لأنه ما كانش مشارك سواء في القتل ولا في النقل ديال الجثة. الولد الكبير حكموا عليه بالمؤبد، والولد الصغير حكموا عليه بالتستر والمشاركة في الجريمة وحكموا عليه ب30 سنة سجن نافذة. واش شفتوا المكياج والحوايج والتليفون فين كيخرجوا؟ العائلة ديال السيد كان خدام مع ولادو بالحلال، عايش حياة اللي كيتمنى أي واحد، ها حتى هو صدق في القبر، والسيد آخر بعائلته بكلشي صدق حتى هما غاديين للحبس. الدراري بجوج بيهم باهم ضيعوا شبابهم وحياتهم هما مازالين صغار على غلطة اللي ارتكبتها اختهم. دابا أنا غير قولوا لي هاد البنت هادي فين غادي تعطي لوجهها؟ كيفاش باها مازال غادي يقدر يشوف فيها؟ كيفاش غادي تقبل أنها كانت سبب الكارثة، خرجت على خوتها ودمرت ليهم مستقبلهم ودخلت باها للحبس بسبب مغريات اللي ما كانت عندها حتى شي قيمة وما عندها حتى شي معنى. ما نكذبوش في هاد السن كيعجبونا نلبسو، كيعجبونا الفلوس، كيعجبونا نتقادو، ولكن إنِّك توصلوا الطريق المسدودة راه ديال الأساس ديال العلاقات الغير الشرعية. الطريق الحرام راه هكاك باش كتسالي، بغيتي فلوس، بغيتي المكياج، صبري، عادي توصلي 18 عام، صبري 3 سنين، 4 سنين، ماشي حتى 3 سنين ولا 4 سنين، مثلًا غير العام الأول، ولا تقدري تمشي تخدمي أي خدمة شريفة حلالة طيبة كيف ما كنقولوا، وعادي غادي تصوري الفليسات. حتى واحد ما غادي يلومك عليهم ولا يقول لك ما جبتيهم علاش شريتي هادي ولا شي حاجة. لا أبدًا، ما كاينش هاك الشي. الآباء ديالنا كنا كيبغيونا يشوفونا بأفضل المناصب. القراية راه زوينة والثقافة راه زوينة، وخصوصًا خصنا نكبّروا عقلنا، ما نبقاوش متبعين المغريات اللي غادي تخرج علينا. المهم كنتمنى أنه القضية ديال اليوم تنال الرضا ديالكم، الإعجاب ديالكم، نتلاقاو في قضية جديدة وعبرة جديدة تجمعنا أجمعين. دمتم سالمين.